نأتي إلى شخصية أخرى هي أبي بن خلف، وهذا عياذا بالله كافر، بل مات موتة ستأتي تفصيلها الآن. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان يلاقي من كفار قريش ما يلاقي، من ذلك أن أبي بن خلف كان يلقى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا محمد، إن لي فرسا أعلفه كل يوم فرقا، أي علفا كثيرا، حتى أقتلك عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا أقتلك إن شاء الله. هذا قبل الهجرة، هاجر صلوات الله وسلامه عليه. ثم كان يوم بدر، فلما كان يوم بدر انتصر المسلمون، أصاب قريش الحنق، جمعت رجالاتها وعادوا كرة أخرى إلى المدينة، فكانت معركة أحد. كان أبي من كانوا مع قريش. لما التف خالد على الجبل وأصبح للمشركين شيء من الظهور كأنه طمع، فأقبل على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تنحى صلى الله عليه وسلم مع ثلة من خيار أصحابه جانبا، فهم الصحابة أن يقتلوه ويحولوا بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو نفسه نسي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: أنا أقتلك إن شاء الله. فلما دنا من النبي عليه الصلاة والسلام أخذ النبي حربة من الحارث بن الصمة رضي الله عنه وأرضاه، فأخذها ورمى بها فرجة عند أعلى عنق أبي، فأصابته في مقتل فجرح، لكنه بقدر الله لم يمت في الحال، وإنما أخذ يخور، ثم ما لبث أن قام. فنظر القرشيون إلى جرحه وهو يفرق خوفا، فيقولون له: ليس بك بأس، أي أن الجرح ليس غائرا، لا خوف عليك، ما بك من بأس. وهو يقول: لقد قال لي محمد وأنا أقتلك إن شاء الله، والله لو بصق في وجهي لقتلني. وهذا يذكر بقول الله: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فكان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق، لكنه الكفر، ويأبى الله إلا أن يمضي أمره. فلما عاد معهم مع الركب نفسه، وقد عجلت قريش بالذهاب، لما أقبل من المدينة على مكة ومر على سرف، وهي موضع معروف إلى اليوم، مات بجرحه ذلك. فتحقق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا أقتلك إن شاء الله. وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم قال: اشتد غضب الله على من قتل نبيا أو قتله نبي في سبيل الله. وانظر إلى هذا القيد في قول عليه الصلاة والسلام: في سبيل الله. فأبي قتله النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الله، فلماذا قال عليه الصلاة والسلام في سبيل الله؟ هذا يسمى عند البلاغيين احتراس. ما معنى احتراس؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقام الحد، أقام القصاص على عصاة المؤمنين، فهؤلاء قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمره، لكنه لم يقتلهم في سبيل الله، قتلهم ليس جهاد كفار، قتلهم ليقيم عليهم الحد، وربما كان ذلكم الحد كفارة لهم. لكن المراد هنا من قتله النبي صلى الله عليه وسلم لعدائه للدين، لعدائه لله ولعدائه لرسوله صلوات الله وسلامه عليه. فأبي قتله النبي صلى الله عليه وسلم بيده بحربة أخذها من الحارث بن الصمة، لكنه كما بينا لم يسقط قتيلا حينها، إنما مضى بجراحه حتى مات بسرف.